بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك معاني عظيمة وجليلة للمغفرة ونحن في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة والغفران، شهر رمضان. قال أخي محمد كلمة رائعة في هذا الباب حينما قال الاستثمارات. الناس يعرفون الاستثمار في التجارات وفي مسائل كثيرة مالية، ولكن على المسلم الذكي الفطن أن يكثر من المشاريع الاستثمارية مع رب العزة جل جلاله في هذا الشهر العظيم. التوبة، المعنى الأول ذكره العلماء، التوبة، ربي قال يا أيها الذين أمنوا توبوا، أمر بالتوبة، يأمر الجميع بالتوبة، وذكر الله عز وجل أن تكون التوبة توبة نصوحة. المعنى الأول ضرورة التزام شروط التوبة النصوح ضمانا لقبولها. والتوبة النصوح إذا تعلق الأمر بالذنب، يعني الإنسان أذنب بينه وبين ربه، 3 شروط. كان يدير عمل مش مليح، تاب لربي سبحانه، لازم 3 شروط. الشرط الأول للتوبة النصوح أن يندم، الندم، والندم محله القلب، يندم على ما فعل، هذا رقم 1. رقم 2 الإقلاع عن تلك الذنوب والمعاصي التي كان يرتكبها. كل المعاصي، هذه قاعدة عامة تطبق على جميع المعاصي، الإقلاع يعني ترك تلك المعاصي والتخلي عنها. والشرط الثالث مهم، هو العزم في المستقبل، أن الإنسان التائب يقول يا ربي منه وغادي أنا عازم إرادة مؤكدة وعزيمة قوية أنني لا أعود إلى تلك المعاصي والأثام. هذا كالإنسان دار ذنب بينه وبين ربي سبحانه، ما كانش يصلي، ما كانش يصوم، ما كانش يزكي، كان يرتكب الموبقات، كان يدير الربا، كان يتناول الرشوة، يأخذ الرشوة، وكان يدير النميمة والغيبة، كل هذه المعاصي وغيرها من المعاصي. الشرط الرابع، إذا كان الإنسان بينه وبين شخص آخر لازم يرد المظالم. مثلا إذا كان واحد عنده خدم عنده 6 شهور، هو خلصه غير على شهر، يسأله 5 شهور. نعم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه. حرام واحد يأكل العرق نتاع الخدام. إذا كان ما عندوش صاحب العمل يقول يا فلان لازم نخلصك، ما عنديش، اسمح لي، وسع لي، زيد لي شهر، زيد لي شهرين، يستأذن. أما أنه يعتبرها شطارة وقفازة كما يدور بعض الناس، يعني يتلذذون بكثرة الضحايا، بل ويفتخرون بكثرة ضحاياهم، وكثرة مظالمهم. بارك الله فيك. يقول لك بنيت دار كلها بالقفازة، هذاك الماصو خدم عندي عام خلصته غير نص، يعني 6 شهور. هذاك الخدام خدم 8 شهور خلصته غير شهرين. هذاك جاب لي السيمان ما خلصتوش، وهكذا يعتقد هذه شطارة وقفازة. إذن هنا يضاف الشرط الرابع، إذا كان الإنسان أذنب في حق إنسان كما هو، رد المظالم. إذا هذا معنى الأول. المعنى الثاني، هذه مفاتيح المغفرة. مفاتيح المغفرة. نعم. لا يجوز تأخير التوبة. كاين ناس كي تقولوا صلي يقول كي جاء رمضان، هاو جاء رمضان درك. نعم. الحمد لله أنه الإنسان إذا كان ما كانش يصلي وفقوا ربي حتى جاء رمضان ورذك راه يصوم ويصلي، يحمد ربي ويشكره. نوجه له رسالتين. الرسالة الأولى، احمد ربي أن ربي أطال في عمرك حتى تبت، لأن تأجيل التوبة إثم يحتاج إلى توبة. الرسالة الثانية، حافظ على هذا المكسب، أنت ربحت الحمد لله، راك صايم وراك تايب، حافظ على ذلك. ونتمنى أن المساجد ما تفرغش بعد رمضان. أخي محمد صالح، مما يؤسف له أنه ذوك في رمضان الحمد لله شيء مفرح جدا، المساجد عامرة، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، مرضى، مسافرين، كل شيء معمر، المساجد عامرة في كل وقت، في كل وقت الحمد لله. الصلوات الخمس ما شاء الله، خاصة صلوات القيام، صلاة القيام، صلاة التراويح. نعم. شيء ممتع مفرح في جميع يعني أجزاء القطر الجزائري خصوصا، وفي العالم الإسلامي عموما. ولكن هل بلغنا فعلا درجة التقوى بعد هذا الشهر نتاع التدريب، ستاج براتيك، تربص تطبيقي، صيام بالنهار، بالليل قيام وذكر وتسبيح وتلاوة القرآن، هل نلتزم أم لا؟ هنا الإشكال. نتمنى أن ثمرة التوبة إن شاء الله تستمر معنا، وبركة رمضان تستمر معنا. ورسالة أخيرة، نقول ربي سبحانه يفتح الأبواب نتاع الرحمة جميع التائبين، كل الناس. في حديث الإمام مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يعني 24 ساعة
باب التوبة مفتوحة، وربنا يبشر جميع المذنبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.